بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، مع درس جديد من دروس الحاسب الآلي لغات. إن شاء الله بإذن الله هنعرض درس النهاردة بعنوان برنامج الأوداسيتي، إزاي أعمل كرييت لأوديو فايل، إزاي أسجل ملف صوتي. تمام. طبعا أنا بنزل برنامج الأوداسيتي، وطبعا إن شاء الله بإذن الله في فيديو انا عامله عشان خاطر ازاي تعمل داونلود لبرنامج الاوداسيتي وتسطبه على جهازك عشان تقدر تطبق معايا اللي انا هعمله النهارده. خلاص، انا فتحت برنامج الاوداسيتي. بفتحه ازاي؟ من ستارت بختار اوداسيتي، بضغط عليها كليك، بيفتح لي البرنامج بهذا الشكل. تمام. بعد ما بيفتح البرنامج انا عايز اسجل صوتي، بضغط على زر ريكورد. شايفينه الدايره الحمراء دي؟ بضغط على زر ريكورد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعدين بضغط على ستوب من هنا. تمام. يبقى ده ريكورد عشان أبدأ تسجيل، وده ستوب عشان أوقف التسجيل بتاعي. طيب، عايز أشوف اللي أنا سجلته، يعني أنا عايز أشوف أعمل بروفا على اللي أنا سجلته، يبقى هضغط على زر بلاي أهو الأخضر ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعدين بضغط على ستوب من هنا. تمام. طبعا احنا بنلاحظ بمجرد ما انت بتبدأ تسجيل بتبدأ الذبذبات بتاعة الصوت بتاعتك بتبان بهذا الشكل. تمام. طيب، أول حاجة عايزين نتعلمها يا جماعة ازاي أعمل ريبيت، تأثير أو إفكت اسمه ريبيت، يعني تكرار لمقطع صوتي. طيب، احنا مثلا هناخد الجزئيه دي، هحددها الاول، بحدد المقطع الصوتي اللي انا عايز اعمل له ريبيت. تمام اهو بهذا الشكل. بعد ما بحدد المقطع الصوتي اللي انا عايز اعمل له ريبيت بعد ما بعمل كده بختار من قائمه افكت سبيشال وبختار ريبيت. كويس. هنا بيسالني نمبر اوف ريبيتس، يعني عدد مرات التكرار. انا هقول 3 وبعدين هقول له ابلاي. تمام. هيكرر المقطع الصوتي 3 مرات. نشوف كده، نعمل بلاي ونجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدى يكرر المقطع الصوتي 3 مرات. تمام، ده الريبيت. طيب، بعد كده انا افرض عايز اعمل ديليت لمقطع صوتي، يعني ال3 مقاطع دول انا عايز الغيهم او اعمل لهم ديليت. تمام، المتكررين. اعمل ايه؟ اول حاجه بحدد المقطع الصوتي بهذا الشكل اللي انا عايز احذفه. تمام. وبضغط من لوحه المفاتيح مفتاح ديليت، بيعمل ايه؟ حذف لهذه المقاطع الصوتيه. طب نشوف كده هل حذف ولا لا. هنعمل بلاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. جميل. طيب، انا عايز اعمل كات او نقل لمقطع صوتي من مكان لمكان. هعمل ايه؟ هاجي هنا اعمل سيلكت للمقطع الصوتي، واجي اقول له من edit اختار كات. تمام. طيب، كات، وبعدين بحدد المكان اللي انا عايز احط فيه المقطع الصوتي، وليكن في نهايه الفيديو، في نهايه ملف الصوت اهو بهذا الشكل، واقول له edit paste. هتلاحظ ان كلمه بسم الله الرحمن الرحيم هتلاقيها في ايه؟ في اخر المقطع الصوتي اهو. هنجرب. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعدين بضغط على ستوب من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هتلاحظوا ان هو عمل ايه؟ نقل موف للمقطع الصوتي من هنا وداه هنا. طب عايز ارجعه تاني، اعمل ايه؟ نفس الكلام، احدد المقطع الصوتي بهذا الشكل اللي انا عايز انقله، واقول له edit cut، وبعدين اقف هنا في الاول واقول له edit paste. كده ارجع المقطع الصوتي زي ما هو. طب افرض انا عايز اعمل منه كوبي، نسخه سهله جدا. اقول له edit، طبعا بحدد المقطع الصوتي الاول واقول له كوبي، واقف مثلا هنا واقول له edit paste. كده عملت ايه؟ نسخه منه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
جميل جدا. تمام، حلو خالص. يبقى احنا عرفنا النهارده نعمل كات ونعمل كوبي، تمام، ونعمل التأثير ريبيت. جميل جدا. ونعمل ديليت برضو. يعني انا عايز اشيل المقطع الصوتي الزياده ده اهو، اقول له طبعا من لوحه المفاتيح ديليت. كويس خالص، جميل جدا. طيب اخر حاجه انا عايز اعمل مثلا ريفيرس، يعني انعكاس للصوت. بعمل تأثير ريفيرس ازاي؟ بص كده، بحدد المقطع الصوتي ومن افكت بختار سبيشال واقول له انفيرت. انفيرت يعني ايه؟ اعكس المقطع الصوتي اهو، انفيرس. كده هيحصل عكس المقطع الصوتي. لو احنا حاولنا نجرب كده، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعدين بضغط على ستوب من هنا، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بالنسبة لإيه؟ لو أنا عايز أعمل انفيرت أو انفيرس للمقطع الصوتي بتاعي تأثير، بحدد الأول المقطع الصوتي وأقول له افكت، وأقول له بعد كده من سبيشال بختار انفيرس أو إيه انفيرت. خلاص كده؟ طيب، يبقى التأثيرات اللي علينا ازاي تعمل كات او موف لأي مقطع صوتي، ازاي تعمل كوبي لأي مقطع صوتي كوبي اند بيست، ازاي تعمل ديليت لأي مقطع صوتي حذف، ازاي تعمل ريبيت لأي مقطع صوتي يعني تكرار، وازاي تعمل التأثير ريفيرس اللي هو عكس للمقطع الصوتي. طيب دلوقتي خلاص عرفنا التأثيرات المقررة علينا، تمام، وعرفنا ازاي نعملها عملي. دلوقتي فاضل ان احنا نعمل اكسبورت للفايل بتاعنا، نطلع الفايل كملف صوتي. هطلعه ازاي من البرنامج؟ هقول له فايل اكسبورت واختار اكسبورت. هنا بيدي لك اختيارات، انت عايز المقطع الصوتي بتاعك بامتداد MP3 ولا ويف. ويف هيبقى حجم الملف كبير لارج، اما الام بي 3 هيبقى حجم الملف ايه صغير، وتقدر بعد كده تحمله على اي ويب سايت بعد كده. خلاص، يبقى احنا هنختار اكسبورت از ام بي 3. كويس خالص. هنا بيسالني عن اسم الفايل اللي هو الفايل نيم، هسميه وليكن مثلا عمر. جميل جدا جدا. طيب انت بيقول لك مكان الحفظ، انت هتحفظه فين؟ انا هحفظه مثلا على الديسك توب، تمام، واقول له سيف، وبعدين اقول له اوكي، تمام. اجي انزل هنا وادور على عمر اهو، ادي الملف الصوتي بتاعي عمر.mp3، دبل كليك عليه هيشتغل معاك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعدين بضغط على ستوب من هنا. خلاص كده يا جماعه، كده انا عرفت ازاي اعمل والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اعمل ملف صوتي MP3 باستخدام برنامج الأوداسيتي المقرر على طلاب الصف الثاني الإعدادي. تمام؟ ده بالنسبة للجزء العملي الخاص بكرييت أوديو فايل. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.